عايزين نعرف كده ايه اكتر قضيه حضرتك اشتغلت فيها وكانت نقطه تحول في حياتك المهنيه. القضية اللي فعلا غيرت مجرى حياتي كلها المهنية كانت في 2018، ودي كان موكل محكوم عليه بالإعدام في قضية قتل. قضيه قتل. قضية قتل مع سبق الإصرار والترصد. فدي كانت من أهم القضايا، أو بمعنى أصح القضايا اللي حولت مجرى حياتي المهنية. ولما جينا في النقض وعيدت الأوراق تاني علشان تنظر أمام المحكمة، طبعا قعدت مع المتهم واتكلمت معاه، فقال لي يا أستاذة هنادي أنا كده كده واخد إعدام. فيعني قريت كتير قرآن وأنا مستعد للموت، فأنا عارف إن حضرتك يعني هتعملي شيء أثناء المرافعة، أو هتقدري على أي وضع أنا متقبل أي شيء. وطبعا كانت نبرة صوته كلها حزن، وواحد بيواجه الموت خلاص عارف ان هو خلاص. ميت. هم كانوا 2 متهمين مش واحد بس. كانوا 2. ترافع عن الأول كان الأستاذ بلال دودار المحامي، وأنا كنت عن المتهم الثاني. الاثنين كانوا واخدين إعدام. فالحمد لله قدرنا نعدل القيد والوصف، وكان الاستاذ بلال دودار المتهم بتاعه اتعدل له الحكم ل 15 سنه، وانا المتهم بتاعي اتعدل الحكم ل3 سنين، لم يعاقب بالقتل اصلا ولكن اخفاء السرقات فقط، تم تعديل الحكم 3 سنين. والاستاذ بلال المتهم بتاعه الاول تم تعديل الحكم ل 15 سنه. فدي كانت القضيه اللي غيرت مجرى حياتي المهنيه. وانا اعتقد ان احنا لغايه النهارده على علاقه انسانيه كويسه جدا بالمتهم اللي تم تعديل يعني الحكم. حضرتك لغايه دلوقتي على علاقه بالمتهم؟ طبعا طبعا انا المحاميه بتاعته دلوقتي. حضرتك اللي حرصتي على العلاقه ديت ولا هو اللي حرص لا، على؟ هو طبعا هو طبعا انا يعني ما كنتش واخده منه اتعاب في القضيه دي. ما خدتيش اتعاب؟ ما خدتش اتعاب في القضيه دي. رغم دي نقطه تحول. لا، ما خدتش اتعب فيها، بس بعد كده استفدت منه. ما هو دلوقتي حاليا لغايه دلوقتي هو موكل عندي، لغايه وقتنا هذا هو موكل عندي. شعوره كان ايه لما حكم الاعدام راح كده يعني؟ لا، ده انا عايزه اقول لك ده كان هو واسرته كامله، يعني هو مش لوحده اللي كان شعوره ايه. يعني ده انا عايزه اقول لك هو اسرته كامله الوضع كان مختلف تماما. يعني لك ان تتخيل